السلام عليكم، معكم مديحة من قناة شيوات مديحة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بلاطو ديال لي ميني كيك اقتصاديين كيجيو راقين وكيجي المذاق ديالهم رائع. غادي نوجد لكم 5 ديال الاشكال ديال هاد لي ميني كيك، توجدوهم في الحفلات ولا في الاعياد الميلاد ولا في شي بيوشي هكا. المهم كيجيو راقين. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. ما تنساوش ديروا لي لايك لهذا الفيديو، لايك ولي كومونتير، واخا ديروا غير نقطه في كومونتير، المهم باش يتشاف هذا الفيديو يطلع. ندوزو المقادير مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير عندنا المقادير ساهلين، يعني ماشي مقادير ديال لي فينانسيي، هادو لي كيك عاديين. عندي هنايا 4 ديال البيضات مع كاس ديال السكر سنيده مع رشيشه ديال الملحه مع ياغورت هنايا بنكهه ديال الفاني. عندي هنا كاس ديال الزيت. كنطحن مزيان هاد العناصر حتى كيولي بحال هكا ابيض. كنضيف هنايا الدقيق شويه بشويه مع تحريك. وغنضيف 2 خمارات حمر من فئه 16 غرام. وعندي هنا معلقه كبيره ديال الخل هو اللي كيخليهم كيجيو هكا مفشفشين ورطبين. كنخلط مزيان هاد العناصر كيف كتشوفوا. انا وجدت معكم هنايا 5 ديال الاشكال، يعني نتوما اختاروا الشكل اللي بغيتو. يمكن لكم ديروا حتى نصف ديال المقادير. انا غنوريكم غير هذا طريقه التحضير، نتوما ديروا على اللي عندكم متواجد في البيت. صافي بعد ما خلطتهم هكا مزيان حتى كنحس هاد القوام بحال هكا. هاد لي ميني كيك كيكونوا شويه تقال على الكيك العادي باش ما كيفيضوش في الفران. صافي غادي نقسم الخليط ديالي الى 5 اشكال باش غادي ندير، وكل شكل غادي نكهو بالنكهه كيف غادي نوريكم في الفيديو. بعد ما قسمتهم بحال هكا 5 غادي ندير في الشكل الاول ندير بنكهه ديال البيستاج. ديروا غير هكا راس معلقه ديال لاغوم ديال البيستاج. هاد النكهه احسن داك الالوان هكا. ما تكثروش حيت كيوليو مر. هذا بالنسبه للشكل الاول. الشكل الثاني غادي ندير هنايا النكهه ديال البرتقال او النكهه ديال الخوخ اللي عندكم متواجد. يمكن لكم ديروا حتى النكهه ديال الحامض، نتوما اختاروا النكهات اللي بغيتو. وهذا غادي نديرو بالنكهه ديال البخاليني. كديروا بخاليني يمكن لكم ديروا النكهه ديال القهوه، النكهه ديال الشوكولا، يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال النكهات. فرومبواز. بالنسبه لهذا الشكل غادي نضيف له هاد حبيبه الشوكولا او الشريحه ديال الشوكولا بحال هكا ونخلطهم مزيان. بعد ما غنخلطهم كاملين بحال هكا غادي نضيف لهم كل نوع غادي نضيف له معلقه كبيره ديال الزبده تكون مذوبه، زبده حيوانيه. نخلطهم بحال هكا. والشكل الاخر غادي نديرو بالكاكاو. غادي ندير هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو يكون نوع جيد مع واحد معلقه كبيره ديال الحليب باش يخفف ليا شويه الخليط. صافي انا غادي نجيب هكا ليمون اللي غادي ندير فيهم. انا درت النكهه ديال القهوه. ولا الشوكولا حيت ما بقيتش عاقله. صافي نخلطهم بحال هكا. غادي نجيب هكا ليمون ديال السيليكون. اختاروا النوع اللي عندكم واللي متواجد. انا عندي هادو غادي نستعملهم. غادي ندير كل شكل كل نوع في شكل ديال الاشكال هادو اللي عندي هنايا. ما تعمرهمش بزاف، ديروا غير نص، ديروا غير في النص ديال المول باش ما يفيضولكمش.
وما يتقببوش باش يجيو مقادين مع البلاطو. انا غادي نكمل كاع الانواع اللي عندي بحال هكا. في هذا الاثناء كنكون شاعله الفرن كيسخن مزيان. طيبهم بحال اللي كطيبوا لي كيك عاديين، يعني كل وحده وفرانها كيفاش كتستخدموا، يعني طيبوهم هكذا يتنفخوا ويطيبوا ويتحمروا، ويجبدوهم طيبوهمش بزاف كاع يفوتوا لاقصى درجه في الطياب. صافي وجبدوهم، وغادي نوريهم لكم بعد ما جبدتهم من الفران. كنفكركم اللي مازال ما درتش جيم لهذا الفيديو يدير لي جيم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا. صافي نخليكم مع تتمه ديال الاشكال، ونتلاقى معكم بعد ما نجبدهم من الفران. بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل بحال هكا. بالنسبه للشكل هذا اللي دائري زينته باللوز ايفيلي قبل ما ندخلهم. بعد ما طابوا هكا كتزينوهم بالتين عادي اللي عندكم متواجد ديروا له. انايا زينتهم بالشكل الاول ديال الشوكولا فيرميسيل، درت له في الوسط الكريمه ديال الجبن وزينته بحال هكا. والشكل الثاني ديال الكاكاو زينته بالشوكولا مذوبه كحله. وهذا الشكل ديال اللوز ايفيلي دهنته غير بالناباج. والاشكال اللي بقاو لي زينتهم غير بالشوكولا بيضاء وشوكولا سوداء. والشكل ديال البيستاج درتو هذا بالشوكولا بيضاء، درت لهم واحد الخطوطه بحال هكا وزينتهم بحبيبات ديال الحلوى. صافي يعني كيبقى التزيين على حساب الاستطاعه ديالكم، يعني زينوهم باش ما بغيتو اصلا كيجيو راقيين. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. ملقانا فيديو جديد، وشكرا على المتابعه والى اللقاء.